تعالى اقولك ازاي نعمل الفطيرة القمر دي من غير ما نعجن ولا نورق ولا نخمر ولا اي حاجة خالص. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهتعجبكم جدا. بصوا جمال الفطيرة بتاعتنا، مش هتتخيلوا انا عاملاها من ايه. بصوا، بصوا الجمال. بصوا الجبنة كمان، يعني المطة بتاعتها خطيرة. تعالوا كده بقى احنا نشوف هنعمل ايه مع بعض، واقول لكم ايه هي المكونات بتاعتنا، وهقول لكم ايه هو نوع الجبنة بتاعتنا. يلا نبدأ مع بعض بسم الله. اول حاجة معايا هنا هجيب لفة جلاش، هبتدي اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده حلقات. حتى لو الجلاش معانا متكسر مفيش اي مشكلة خالص. وبعد كده بقى هبتدي افرط الجلاش كده عشان يتفكك من بعضه. بعد كده هنا انا جايبه معايا صينيه دهناها سمنه، هنزل بنص كميه الجلاش وافضل ارصه كده واضغط عليه بالشكل ده. بعد كده هنا بقى بعد ما خلصت نص الكميه انا معايا هنا الحشو بتاعي كان معايا سجق. انا هنا كنت سلقه السجق وبعدين حمرته في بصلايه وقرن فلفل. هنا الحشو اللي انتي حابه تحطيه، ممكن تحطي فراخ تحطي لحمه، اي حشو انتي محتاجاه. هنا بقى بوزع كده السجق معايا في الصينية كلها. وبعد كده بقى معايا فلفل وطماطم وزيتون، هبتدي كده اوزعه برضو في الصينية بالشكل ده كده. وبعد كده بقى هنزل معايا هنا بشوية جبن. انا معايا جبنة سبيشال، هسيب لكم اللينك بتاعها في الكومنتات. انا حطيت هنا ميكس جبن. وبعد كده هحط جبنة موتزاريلا اهو بالشكل ده. تمام، وكده بقى ايه انا حطيت الحشو معايا. بعد كده بقى هجيب باقي الجلاش، اغطي بقى معايا الطبقة اللي فوق هنا اهو كده. انا حطيت باقي كمية الجلاش، هبتدي بقى ايه اضغط عليها كده لحد ما اسويها. تعالوا بقى نعمل التشريبة بتاعتنا. معايا بضاية 3 معالق زبادي، ربع كوباية سمنة، كوباية لبن، معايا رشة ملح، رشة فلفل، ربع معلقة بيكنج باودر. وهقلب بقى كل المكونات بتاعتنا كده اهو بالشكل ده. وبعد كده بقى هنزل بالخليط بتاعنا كده على الجلاش. انا هنا بقى هجيب معلقة معايا او هجيب سكينة، هعمل بقى كده فتحات لاني انا هنا محتاجة ان التشريبة توصل للجلاش اللي تحت علشان الجلاش يبقى معانا طري. طب لو انتي قلقانة من الخطوة دي انا هقولك على خطوة تانية انا بعملها. بحط اول طبقة جلاش انا حطيتها تحت واقوم